السلام عليكم. ازيكم يا امارات؟ اوعي يا امرايا من المنظر اللي انت شايفاه قدامك ده تقولي ان انا اتهورت وجبت 21 قطعة من دبابيس الفراخ وعمالة احمر فيهم. لا خالص، كل الليلة اللي انت شايفاها قدامك دي من صدر فرخة صغيرة كده، خدنا الصدر بتاعها، يعني حاجة كده توفير التوفير. ويلا بينا مع بعض نشوف عملناها ازاي. واول حاجة هنبدأ بيها هنجيب بطاطستين كده متوسطين الحجم ونقطعهم شرايح، وبعد كده نعملهم صوابع. الصوابع اللي احنا هنعملها عايزينها تبقى تخينة ما تبقاش رفيعة، يعني زي ما انت شايفاها كده. وبعد كده هننزل بيهم في الحلة وننزل عليهم برشة من الملح وشوية من المية ونحطهم على النار يغلوا لمدة دقيقتين 2 بس. انا مش عايزاها تتسلق سلق كامل معانا، لا انا عايزاها نقدر نمسكها ونتحكم فيها واحنا بنشتغل، يعني تكون ماسكة نفسها. ودلوقتي هنجهز العجينة. اول حاجة هننزل بكوبايتين كبار من الدقيق، هننخلهم كده، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة ورشة ملح، ونقلب كل المكونات كده مع بعضها. ومعانا كوباية من المية ديت لزوم العجن، وهننزل بالمية كده بالتدريج شوية بشوية لحد الدقيق ما يختفي تماما من قدامنا. وفي الوقت دوت هننزل بمعلقة كبيرة من الزيت، وبعد ما بننزل بيها بنعجن بقى العجينة تاني كده لحد ما تشرب معلقة الزيت، وتبص تلاقي العجينة في ايدك لينة وما بتلزقش في الايد. ودلوقتي هكور العجينة كورة كده واسيبها بقى في قلب الطبق كده لحد ما تخمر. على ما تخمر هكون انا جهزت الحشو بتاعها. ودلوقتي هخلي صدر الفرخة من الجلد، هنشيله منها تماما، وبعد كده هنمسك صدور الفرخة نقطعها لقطع صغيرة، يعني مكعبات كده صغيرة عشان تبقى جاهزة معانا. وبعد ما قطعنا صدر الفرخة بالشكل اللي قدامك ده هنركنه بقى على جنب كده ثواني بس. ودلوقتي قلاية على البوتاجاز وهننزل بشوية من الزيت، ولحد الزيت ما يسخن بكوني مجهزة 3 بصلات متوسطين الحجم او بصلتين كبار مقطعهم قطع صغيرة، وننزل بيهم في القلاية ونقعد بقى نقلب البصلة كده لحد ما تبص تلاقيها دبلت معاكي كده، يعني لونها بقى شفاف. احنا مش عايزينها تاخد لون، احنا عايزينها بس تبقى شفافة بس معانا كده، تمام؟ يعني بالشكل اللي بقى قدامك ده. وفي الوقت ده هننزل بصدر الفرخة اللي احنا مقطعينه. ودلوقتي بقى هنعلي النار ونقلب في الفراخ كده لحد ما تلاقي قطع الفراخ لونها غير معاكي. واثناء ما احنا بنقلب كده هننزل بالبهارات. معانا رشة من الفلفل الاسمر، رشة من البابريكا، رشة من الكزبرة، رشة من خلطة الدجاج، ومعلقة من الملح. ونكمل تقليب لحد ما تلاقي الفراخ خدت معاكي لون واصبحت بالشكل اللي قدامنا ده. وفي الوقت دوت نكون مجهزين قرنين فلفل كده متقطعين وننزل بيهم على الفراخ ونديهم تقليبة ونسيبهم كده على النار لمدة 3 دقايق الفراخ تكمل سواها. وفي الوقت دوت نبص على العجينة بتاعتنا هنلاقيها اختمرت معانا وبقت بالشكل اللي قدامك ده، ارتفعت خالص اهي. ودلوقتي اول حاجة هننزل برشة كده من الدقيق عشان لما نفرد العجينة ما تلزقش معانا. واجيب العجينة كده ومن النص كده واقوم قسمها 2. شايفة انا كده قسمت العجينة كده نصين، هاخد كورة منهم. ودلوقتي هبدأ ابطط في العجينة كده وافردها، وبعد كده هجيب البطاطة وافرد بيها واخلي العجينة تتفرد معايا خالص كده لحد ما تلاقي سمك العجينة لا هي تخينة ولا هي رقيقة، يعني ممكن تقولي كده نص سنتي السمك بتاعها، تمام؟ واثناء ما انت بتفردي لو حسيت انها هتلزق منك مثلا في البطاطا ممكن ترشي رشة بسيطة من الدقيق. لكن هي العجينة بسم الله ما شاء الله العجينة طرية وجميلة وبتتفرد معانا بكل سهولة لان احنا عاملينها بطريقة مظبوطة جدا. وبعد كده ممكن تجيبي بقى اي قطاعه موجوده عندك، ولو ما عندكيش قطاعه ممكن تجيبي غطا كوبايه او طبق، او ممكن تعملي زي كده. انا جبت هنا الغطا بتاع الخلاط كان مناسب جدا معايا الحجم بتاعه فعجبني بصراحه، وكمان ليه راس كده نمسك منها. فبدات اقطع بقى كده العجينه، وطبعا الزيادات اللي حوالين العجينه ديت
احنا بناخدها ونكورها ونسيبها ونرجع نفردها ونقطعها تاني. ودلوقتي صفينا البطاطس بعد ما خدت غلوتين 2 بالظبط اهي. ودي قطع الفراخ بعد ما استوت. ودلوقتي هناخد البطاطس ونوزعها على قطع العجين، يعني كل قطعة عجين هنحط عليها بطاطساية صابع كده من البطاطس. ودلوقتي هناخد معلقة كده من قطع الدجاج ونحطها على العجين، كل قطعة من العجين هنحط لها معلقة من قطع الدجاج، ده الحشو بتاعها. ودلوقتي هنقفل العجينة على الحشو اللي جواها بالراحة كده، هتبص تلاقيها بتتقفل معاكي بكل سهولة. هتبص تلاقيها دلوقتي اديتك الشكل اللي انت عايزاه، يعني هي لوحدها كده واحنا بنقفل على الحشو هتبص تلاقيها اديتنا الشكل النهائي، شكل الدبوسة. ويا ريت يا امرايا عما نخلص الكمية كلها ونحشيها ما ننساش ننزل تحت ونحط اللايك. ودلوقتي في بولة صغيرة كده بننزل ببيضاية ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر، وهنضيف عليهم 1.5 كوباية من الحليب، وممكن تضيفي نص الكمية مية ونص الكمية حليب. وبعدين نقلب الخليط كويس جدا. وبعد كده جبنا طبق كمان فيه شوية من البقسماط، هناخد بقى دبابيس الفراخ كده وننزل بيها في الحليب، الخلطة السايبة يعني اللي احنا لسه عاملينها بالبيض والحليب. وبعد كده هنغلفها بالبقسماط، وهنعمل بقى كل الكمية اللي موجودة معانا بالشكل ده. ولو مش موجود عندك البقسماط ممكن تستخدمي الدقيق او تستخدمي خلطة الفيجيتار. وادي الكمية كلها بعد ما غلفناها ما شاء الله عملوا معانا 21 قطعة من دبابيس الفراخ. ودلوقتي معانا الزيت ساخن كده على النار، في الاول كده هنعلي النار كده على الاخر واحنا بننزل بالدبابيس، وبعد كده بتخلي النار متوسطة، وبمجرد ما بياخد لون معاكي من تحت بتقومي قلبة على طول. ودلوقتي بصي بقى كده ما شاء الله مش شاربه زيت معانا خالص، وكمان القلب بتاعها من جوه شايفه الجمال، ولا معجنه معانا ولا اي حاجه خالص، وكمان ما خدتش معانا وقت خالص في التحمير، يعني يا دوب في ثواني كانت خلصانه معانا. وبعدين احنا دلوقتي يعني من كوبايتين 2 دقيق ما شاء الله عملنا كميه كبيره من دبابيس الفراخ. وبعدين تقدري تعمليها باقل الامكانيات وتفرحي اولادك بيها، وممكن تعبيها لهم كمان في اللانش بوكس هيتبسطوا بيها جدا. وكمان لو عندك عزومة تقدري تعمليها وتقدميها كنوع من انواع التغيير. واللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو ما ينساش ينزل يحط البصمة الحلوة. ودمتم سالمين في حفظ الرحمن وأمنه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.